في اتجاه نبيل مرموق يرفع وفتوه في الخط الامامي في اتجاه الهاشمي وراسيه تمريره لكنها لم تكتمل بالشكل الجيد. تعود مره اخرى لتكون لسيف الدين بورا في اتجاه فرحان يحافظ على الكره ديالو يستعمل العامل عدم التسرع. نعم يحافظ على الكره بالتالي الرؤيه والزاويه كانت عنده امامه واضحه من اجل التمرير بشكل سليم. الكره الماضيه امام نبيل مرموق اللي ممكن نقول لحد الساعه على مستوى الخط الدفاعي قايم دور كبير على مستوى الخط الدفاعي لجانب فريق المغرب الرياضي الفاس. الحديث كبير، الحديث عن فريق عنده سمعه، عنده قيمه، عنده تاريخ، عنده جماهير تعشقه حتى النخاع في فاس. هنالك الماس، هنالك الواف، هنالك يعني الانديه المعروفه من بينها النصر الفاسي كخزان كفريق يعني على مستوى التفريغ مجموعه من اللاعبين يعني الصاعدين اللي يتم امدادهم للوداد الفاسي وايضا لفريق المغرب الرياضي الفاسي. لكن المغرب الفاسي تحس به كقاطره بالاضافه لفريق الوداد الفاسي طبعا تحس به كقاطره كفريق اللي يعني بشغف كبير بقاعده جماهيريه كبيره. لون اصفر مزهو هناك في مدرجات ملعب كبير بمدينه فاس. والحديث ايضا في رشا كورتو في خط الوسط بدايه لبناء العمليه الهجوميه. انطلاقا الان من جانب من كانت من امين ابو الفتح ثم تغيير كلي في اتجاه العملود. ترابطات صغيره بين عناصر فريق الوداد الرياضي تؤكد ان انسجام حاصل. تصويبه ومحاوله للتصويب المباشر كانت من جانبيه استعانه نعم الهدوء والرزانه وعدم التسرع. شوف هنا كره اماميه ممتازه في اتجاه يحيى عطيه الله ماذا يفعل محاوله من اجل انزال هذه الكره والحكم يتدخل يقول هنالك مخالفه لصالح فريق الوداد في بناء العمليه الهجوميه من جانب فريق المغرب الفاسي. محمد بدوي هو اللاعب اللي سقط في اللقطه الماضيه وهو اللاعب اللي يأننا الالم نتمنى ما تكونش عنده شي اصابه مؤثره. 25 دقيقه تقريبا مشاهدينا الكرام النتيجه 0 مقابل 0 في لقاء القمه الذي يجمع فريقي الوداد الرياضي وفريق المغرب الرياضي الفاسي. ايما الجماهير الفاسيه الدار البيضاء يؤكدون الحضور ويؤكدون الموعد. ضربه خطا جانب فريق المغرب الفاسي. استعانة بالتمرير في اتجاه تمرير بهدوء عدم التسرع مترشي تمريره ممتازه داخل منطقه الجزاء محاوله لم تمر. عمليه ايجابيه على مستوى الخط الامامي كان بامكانها ان تعطي الاضافه. العملود اللي انطلق بشكل سريع، العملود اللي حاول ما امكن انه يصويب. تعود مره اخرى لتكون من جانب عناصر فريق الوداد الرياضي من جانب رضا جعلي والانزال مباشره في اتجاه عبد العلي محمدي. مقابله بصفر مقابل صفر بالحذر الشديد وعدم التسرع. الوداد يصبو في الخط الامامي لايجاد الحلول. فريق المغرب الرياضي الفاسي يبحث لقيام رده الفعل. هذا هو الاسلوب المعتمد الان رده الفعل مباشره عند الحارس عبد العلي محمدي يغير تماما الجهه اليسرى. عمليه هجوميه وانطلاقا من جانب عناصر فريق المغرب الفاسي. لاحظوا عمليه التبرير اللي كانت جيده وذكيه ولكن هنالك تغطيه ماذا يقول الحكم تغادر الكره الخط الخلفي للملعب وضربه مرمى لصالح فريق الوداد الرياضي. قيم الدقيقة 32 ترفع هذه الكرة داخل منطقة الجزاء الرأسية. الكرة الثانية التي تحدثنا عنها مطولا. تصويبة داخل منطقة الجزاء يضيع على هدف من اسماعيل او من العملود اللي نشوفوا الان في الصوره في الوقت اللي كان يظهر اسماعيل مترشح نشوفوا هنا العمليه هنا التحضير هنا ايضا الكره الثانيه رجعت الكره تصويبه اماميه ثم هنا الانزال وايضا المترشح في التصويبه الاخيره هنا العملود اللي ينشر. بطاقتان صفراوتان لحد الساعه مشاهدينا محمد البدوي وايضا هشام بن سفيان هذول اللاعبين اللي تحصلوا على البطاقات لحد الساعه في هذه المواجهه. 7 نقاط كلها كفارق بين المغرب الفاسي وفريق الوداد الرياضي في ترتيب الدوري الاحترافي. كره تنفذ فرصه تصويبه من جديد ولكن مباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب وفرحان واضح على انه يئن من الاصابه باعتبار انه كان هنالك تدخل في المحاوله الماضيه في اللقطه الماضيه. شوف هنا شوف مرموق وايضا اجردو
مقابلهم من جانب فريق الوداد الرياضي العملود مترجي، او العملود هو الحضور ايضا من امين ابو الفتح، نعم فرحان، وايضا من الجهه اليسرى يحيى عطيتو. كره في خط وسط، محاوله وبناء العمليه الهجوميه وصفا وتحليلا لتفاصيل هذه المواجهه وهذا اللقاء. المغرب الفاسي وكأنه به متخوف بعض الشيء، لذلك لديه الحذر، امر طبيعي وهو يواجه فريق الوداد الرياضي. ابو الفاتح، حوار ما بين كريم الهاشمي والحكم رشيد الهاشمي 26 سنه، فريق المغرب الفاسي سعيد محمد الضوي بما حصل عليه في العمليه الماضيه وفي الاشبه الماضيه. كره في تماس، تنفذ هذه الكره داخل منطقه الجزاء الراسيه، محاوله الاستخلاص ولكن في اخر المطاف تضيع، تعود مره ثانيه لتكون من جانب فريق الوداد الرياضي. البحث عن سيبتين بورا في خط الوسط، تمريره المغرب الفاسي والوداد الرياضي فيما جماهير الفاسيه لاحظوا يعني الشوط الاول وكأنه به شوط الجماهير بامتياز، التشجيع والتصفيق والاناشيد والازيج التي يقدمها كل جمهور. الثانية يلعبها فريق الوداد، التحضير على مستوى خط الوسط، كرة من جبران الجهة اليمنى، اتجاه عملود، رفع الكرة، تمرير جانبي داخل منطقة الجزاء والمراوغة هي تحضر، ثم رفع الكرة، ثم رأسية، ثم الحارس ببراعة وعبد العالي المحمدي من جانب الدفاع. المغرب الفاسي يدافع والوداد يصبو للتصويب، فرحان ولكن كرة مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. سيناريو الجولة الأولى فيه اندفاع للوداد، فيه اندفاع للوداد واستماتة لفريق المغرب الفاسي. نشاهد هذه الرأسية اللي كان بالإمكان أن كرة في الزاوية، مترجي إسماعيل رفع هذه الكرة داخل منطقة الجزاء، كرة ممتازة ولكن الإتمام لم يكن بالشكل المناسب. تعود مرة أخرى لتكون من جانب عناصر فريق الوداد الرياضي، تحضير من جانب المترجي، حاول مر الحكم، كرة تنفذ على الجدار البشري، يصد الكرة سيفتين، دور الجدار كان مهم. محاولة من جديد، هاشمي يحاول للسلم، ضاعت له، الوداد يضغط بقوة صراحة، لم تغادر الكرة. يحيى جبران، يحيى كرة ودادية جهة اليسرى، حسوني الشعبي، مترابطات صغيرة ضائعة، كرة تعود ودادية الآن من جانب جبران يرفع لكرة ممتازة، فرصة بالملعب، تماس يقول الحكم. ضاوي يستعد للتنفيذ، انتهى الوقت القانوني للجولة الأولى في انتظار معرفة كم سيضيف الحكم كوقت بدل ضائع. كرة من جانب فريق الوداد، غادرت الخط الخلفي الملعب، المغرب الفاسي يضغط الآن، هاشمي عملية المرور، الحكم يتدخل يقول هنالك مخالفة لصالح فريق الوداد الرياضي. فرحان يعين بالألم، تدخل العملية الهجومية والبحث عن الحلول طول خط الأمامي. تحدثنا على عناصر تألقت، عناصر كانت أيضا صغيرة في السن، ذكرنا من بين لاعب الجزار كان تقريبا ب 17 سنة، وكان يعتبر أصغر لاعبي فريق المغرب الفاسي، وكان خارج المنافسة على فريق الوداد الرياضي في التاريخ الصحيح. اليوم نشوفوا أيضا مجموعة من اللاعبين اللي عندهم تجربة واللي رحموا التجربة. نشوف هنا الهاشمي، فرصة مواتية في عالم كرة القدم، تأتي كرة وحيدة بإمكانها أن تغير من النتيجة وتغير من استراتيجية اللاعب. ذاك ما حدث لكريم الهاشمي اللي كان في وضعية مواتية ومناسبة للتصويب برجل اليسرى. 6 دقائق أضاف الحكم كوقت بدل ضائع. إذن نتابع مخالفة من جانب عناصر فريق
المغرب الفاسي من خلال الكرات الثابته ومن خلال ايضا العمليات المرتده بامكانه ان يصل الى مرمى فريق الوداد. ولاحظوا هنا عمليه الانطلاق والحصول على المخالفه. تنفذ هذه الكره اتجاه ضاوي عمليه تمويه وتحضير، رفع الكره داخل منطقه الجزاء، اقرب الحارس. نفس الوقت تمريره وفي نفس الوقت تكون تصويبه، سواء كانت الكرات الدائريه من خارج منطقه الجزاء. كره سليمه ايضا الحارس احمد رضا التجناوتي. كره تعود من جديد لصالح فريق الوداد الرياضي. بدايه لبناء العمليه الهجوميه والبحث عن المحاولات على مستوى الخطوط الاماميه. الوداد بلملمه الصفوف وبازاحه كل خطر. المغرب الفاسي بخط دفاعي متين لحد الساعه لم يتلقى الهدف بعد انقضاء 45 دقيقه. الحكم اضاف 6 دقائق ولا زال الوداد يبحث بان يخترق الترسانه الدفاعيه والتغطيه الدفاعيه لفريق المغرب الفاسي. ايما سيكون صاحب الكلمه مع نهايه هذا الشوط ثم بعد ذلك الشوط الثاني. كره من الجهه اليمنى، لاحظوا الانطلاقه بحث عن العملود وانطلاقه اللجومي من الجهه اليمنى والزاويه يقوم الحكم لصالح فريق الوداد الرياضي. عملود قريب مقابله طيبه في الجوله الاولى، لاعب من الجهه اليمنى سقى مهم، لاعب ايضا في الخط الامامي بالراسيات وايضا بالمتابعه، لعبت عليه اكثر من كره وبالتالي لاعب متحرر وسريع في المباراه. زاويه على يسار الحارس عبد العلي محمدي، ستلعب في القائم الاول. مجموعه من اللاعبين شوف القائم الاول. شوفوا هنا هذه الزاويه المباشره، الكرة التي ستنفذ من هذه الركنية صوب المرمى مباشرة لأنها ستلعب. لاحظوا كم اللاعب داخل منطقة الجزاء وخاصة في القائم الأول. وهذا أسلوب ينهجه فريق الوداد في الأنفاس الأخيرة الآن من عمر المباراة. تنفذ هذه الكرة، فرصة الحارس يبعد الخطورة، تعود مرة ثانية لتكون من جانب فريق الوداد الرياضي. ضيعة هجمة مرتدة مضادة، فرصة الآن للانطلاقة الهجومية ومحاولة. ماذا يقول الحكم؟ يتوجه ببطاقة صفراء اسماعيل المترجي. شوفوا يعني الطريقة اللي جات من خلالها الانطلاقة الهجومية. اسماعيل المترجي يفضل أن يحصل على بطاقة صفراء عوض أن تكون هذه فرصة صالحة التسجيل في الوقت اللي كان بالإمكان التمرير، لأنه التمرير كان بإمكانه أن يكون حلا ربما يعطي الاسبقيه ويعطي الامكانيه الامتياز من جانب فريق الوداد الرياضي، لانه اللاعب اللي انطلق هو محمد بدوي، ولكن الخيار في الجهه اليسرى، التمرير في الجهه اليسرى كان مطلب من جماهير فريق المغرب الفاسي. وقت اللي نشوف اللقطه ديال كريم الهاشمي، اللقطه اللي جاته فرصه مواتيه، انزال بالصدر ثم التصويب برجل اليسرى. ضاوي تلقى التعليمات من عبد الرحيم شكيلير مدافع سابق، مثل تعليمات الكرة مباشرة صوب الحارس تجناوتي الذي يتمكن من الحصول عليها بشكل جيد نحو يحيى عطية الله. فرحان ماذا يفعل؟ يعيد الكرة مباشرة تجناوتي الانسان هدوء في بناء العملية الهجومية. الحكم أضاف 6 دقائق وتسير نحو نهايتها. شوط أول يمكن أن نقول أنه شوط لم يقدم المطلوب على مستوى هز الشباك، لكن كانت فيه محاولات كان بإمكان المشاهدة أهدافا، والجماهير تألقت بشكل كبير على المستوى التشجيعي للطرفين للفريقين معا. في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام يعلن الحكم رضوان جيد على نهاية تفاصيل الجولة الأولى من عمر هذه المواجهة بالنتيجة السلبية المعروفة. 0 مقابل 0 في انتظار أن تكون الجولة الثانية أفضل بكثير من الجولة. شكرا لكم على حسن المعاينة والمتابعة. الشوط الثاني نعم بعد فاصل وبعده سنواصل مجرياته. مالك؟ الدراري كيطيروا.
تونس يا أبطال، كلنا أبطال. البطولة الاحترافية إنوي لكرة القدم في بث مباشر على قناة الرياضية. أما ليست بالسهلة وهو يقود فريق طينة بثقل وبحمل الوداد الرياضي. كرة في خط الوسط، تحضير من الجهة اليسرى، عملية البناء، البحث عن التمرير الجانبي من الجهة اليسرى من جانب من سيفتين بورا، ولكن هنالك خطأ يقول الحكم لصالح فريق الوداد الرياضي. سيفتين بورا حصل على مخالفة هادئ تماما، لاعب أنيق في تدخلاته، أيضا أنيق في عملياته الهجومية. سيفتين بورا يسجل الهدف الاول. الوداد يضع الكره في الشباك. الوداد يعلن عن الهدف الاول في مباراه اليوم. طريقه جيده، تعامل جيد، استعمال الاداء الجيد من جانب فريق الوداد الرياضي الذي يفتتح التسجيل في مباراه اليوم، ويؤكد على ان لديه امكانيه لزياره شباك خصومه. حسوني الذي احس ان لديه فرصه مواتيه لوضع الكره في المرمى، وذاك ما فعل. استلام صحيح للكره، كل العمل كان للتمريره التي اتت من جانب المترشح على الصوره في غياب التسلل، في غياب خط التسلل المؤثر، ويتمكن حسوني من انزال الكره بشكل ممتاز، ثم التصويب برجل يسرى يضع في المرمى. 1-0 الوداد يتقدم. شاهدوا الضوء، شاهدوا الطريقه اللي مر من خلالها ايضا اللاعب فريق المغرب الفاسي انس الطويلان. حسوني اذا يرى الكره في المرمى في الديربي بين الوداد والرجاء، وايضا في المباراه امام فريق الدفاع الحسن الشديد اللي انتهت بثلاث اهداف مقابل هدف واحد، وبالتالي يضيف هدف اخر ويؤكد على ان لديه امكانيه زياره شباك خصومه. كره اماميه، محاوله ممتازه وداديه داخل منطقه الجزاء، والحارس في المكان المناسب. حارس في المكان المناسب بوسفيان، اللي كان بالامكان بوسفيان انه يوصل للكره الاماميه وانه يوضع في المرمى. نعم، حاول بكل ما اوتي من قوه اللاعب سابق في صفوف فريق نادي ملقا قبل ان يشد الرحال ويكون لاعبا في صفوف فريق الوداد الرياضي، يبحث عن اولى اهدافه ويبحث عن انسجام تام كامل. 25 سنه للاعب لحد الساعه، يعني يظهر على انه بامكانيه محترمه، لكن هل ستتبلور على مستوى الخط الامامي؟ جماهير الوداد سعيدة كل السعادة في المدرجات بهذا الهدف، بهذا التقدم وبهذا الانطلاق الذي يأتي في الشوط الثاني من عمر هذه المباراة. كرة أمامية، محاولة تحضير من جانب عناصر فريق الوداد الرياضي. لاحظوا سيفتين بورا، تمريرة جانبية، هنالك تغطية تعود من بام عمر يلعب كورته للجهة اليسرى، ولكن في آخر مطاف إلى خارج الخط الخلفي للملعب. ضربة مرمى، يكون هنالك تغيير قادم في صفوف فريق الوداد الرياضي على ما يبدو، ومن الصورة واضح على أن هنالك تهيئ للدخول لرقعة الملعب. الدار ستتجه لمن؟ هو نشوف المحاولات. ديدي كرة أمامية، بناء العملية الهجومية من جانب عناصر فريق الوداد الرياضي. محاولة من جديد من جانب لاعب عملود حافظ على كورته،
تمريره داخل منطقه الجزاء ولكنها لم تقدم المطلوب، وبالتالي تغادر الخط الجانبي للملعب. الاستمرار في المحاولات، يكون هنالك تغيير على ما يبدو. لا، الحكم يظهر على انه يكون هنالك اتمام لتفاصيل العمليه الهجوميه، ثم بعد ذلك العوده لهذا التغيير الذي قال به فريق الوداد الرياضي. كرة تنفذ، محاولة من جانب اسماعيل المترجي، يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، راسية، إعادة الكرة للخلف، تصويبة تأتي ولكن مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. لم تقدم في العديد من الأندية الفرنسية، كان عنده أيضا مشاركة في العديد من المحطات. شوفون المحاولة تعود مرة ثانية. في خط الوسط، بداية لبناء العملية الهجومية من جانب عناصر فريق الوداد الرياضي المتقدم في النتيجة والهادئ تماما والذي لا يتسرع. عملود الإنزال، ممتاز عملود، عدلو أقدو رائعة. عملود مرة أخرى، عملود اختراق الدخول داخل منطقة الجزاء والحارس في المكان المناسب يتمكن من إيقاف هذه الكرة. إذن الوداد ينتظر فقط مغادرة الكرة لخط الجانبي الملعب للقيام بتغيير. نشوف هنا المحاولة على مستوى خط وسط، محمد ونجم وأيضا ديدي ليمكيلتي. يغادر اسماعيل المترجي في جوبته بطاقة الصفراء، كادت أو كانت تقيد تفاصيل حركته على مستوى ورقة الميدان. التغيير الثاني، يغادر بن سفيان ويدخل مكانه مترجي أو يدخل مكانه أونجم. نعم، إذن هذه التغييرات التي تأتي في هذه اللحظات. كرة ملعوبة من جانب عناصر فريق المغرب الفاسي، محاولة لبناء العملية الهجومية من جانب فريق المغرب الفاسي، الاستعانة من الجهة اليسرى ولكن يظهر على أن يحيى جبران كان في المكان الأنسب. تغيير للفرحان، فرحان ماذا يفعل؟ يغير تماما في اتجاه العملود، إنزال عملود بالصدر في اتجاه جبران، جبران يختار كرة أمامية ولكن يقدم الأقرب، تعود في اتجاه بانفاس سيلا يحاول يمرر تمريرة لم تكن بالشكل المناسب في الوهلة الأولى، ثم عاد ليلمسها، تعود مرة ثانية لتكون لأوناجم، ونجم يحضر يرجع الكرة، تعود مرة ثانية لتكون من جانب فريق الوداد الرياضي على مستوى التهيئ والتحضير وبناء العمليات الهجومية والبحث عن الفرص. تحضير في بناء العملية الهجومية من جانب عناصر فريق الوداد الرياضي. فرصة تغطية من الجهة اليسرى، انطلاقة من جانب عناصر فريق الوداد، البحث عن الحلول الهجومية اللي بإمكانها أنها تجي في أي لحظة فيما ينتظر لاعب اللي عنده تجربة كما قلت في الديار البلجيكية وأيضا في الديار الفرنسية وغيرها من المحطات. نتحدث عن الكاميروني، نتحدث عن ديدي لامكيلتي اللي غادي يدخل لرقعة الميدان مرة أخرى. كرة من جديد لصالح فريق الوداد الرياضي، التحضير فيما صورة جميلة في مدرجات ملعب المركب الرياضي محمد الخامس هنا بمدينة الدار البيضاء، بهكذا صور للمصابيح، مصابيح الهواتف التي تعطي صورة خاصة لجماهير الودادية التي تتابع تفاصيل هذه المباراة. في آخر مطاف تغادر الكرة لخط الجانبي الملعب، تغيير يأتي، اسمان اثنان من الاستعداد للدخول لرقعة الميدان، وأوكلاند سيتي وكلها أندية تبحث هي الأخرى من أجل الظهور بصورة جيدة. كرة ملعوبة الآن للجهة اليمنى، محاولة لبناء البحث عن ديدي على مستوى الخط الأمامي، العملود يختار إعادة الكرة للخط الخلفي. المحاولات الأمامية دون أن ننسى الممثل الخاص بأمريكا الجنوبية فلامينغو القادم من البرازيل، برازاو اللي عندهم الصورة وعندهم أيضا الظهور القوي. تغيير في صفوف فريق المغرب الفاسي، الاستعداد من أجل الدخول وأيضا من أجل المساندة، حيث أنه يظهر سفيان الجزير كلاعب اللي يريد أن يدخل لمساندة زملائه على مستوى الخط الأمامي. وهنالك أيضا استعداد للاعب آخر سنتعرف على ويج بعض اللحظات في الوقت اللي نشوفنا البناء العملية الهجومية وأيضا الانطلاقة الهجومية من جانب عناصر فريق المغرب الفاسي.
محاولة على مستوى خط الوسط من بنفاسيلا كريم الهاشمي ماذا يفعل؟ هذه كل أمور اللي بإمكانها أنها تستخلص على مستوى الخط الأمامي بشكل جيد. هل بإمكانه أن يعطي الإضافة المطلوبة في الخط الأمامي؟ لاعب يعول عليه كثيرا ليس فقط في الدوري الاحترافي وإنما أيضا في كأس العالم للأندية، حيث سيخوض الوداد الرياضي المواجهة المرتقبة القوية في 4 من الشهر المقبل، حيث سيلاقي هلال المملكة العربية السعودية، ويكون صراعا قويا بين الكرة المغربية والكرة السعودية. ونحن نشاهد هنا هذه العملية وهذه الانطلاق على مستوى الخط الأمامي، والحكم يتدخل يقول هنالك مخالفة. بعد ذلك سيكون هنالك البحث من أجل الظهور بشكل جيد، وخاصة التأهل وخاصة فرض المشاركة بشكل قوي في كأس العالم التي تعرف مشاركة الفرق القوية، الفرق الصعبة. الهلال هنالك أيضا سياتل ساندرز، هنالك أيضا مشاركة ريال مدريد. حافظ على الكرة ديالو أمام 3 لاعبين ثم يختار تمريرة بالمقاس في الخط الأمامي، تضيع تعود لتكون من جديد لصالح فريق الوداد في غياب لاعب اللي بإمكانه أنه يستلم الكرة في الوقت المناسب. التغيير الثاني لصفوف فريق المغرب الفاسي فهو سفيان سعدان الذي هو الآخر يستعد لأن يدخل لرقعة الميدان. سفيان سعدان سيكون من جانب الباص، وعندك فرحان من جانب الوداد الرياضي، ومن سيسعد ومن سيفرح جماهيره ومناصره. كرة ملعوبة الآن على مستوى خط الدفاع، تحضير بداية من خط الدفاع من جانب فريق الوداد الرياضي الذي وكأني بينزل ايقاع هذا الشيء، فيما فريق المغرب الفاسي اصبح هو من يبحث عن الحلول ويبحث عن الاندفاع في الخط الامامي. امر طبيعي ما دام ان الوداد هو المتقدم في النتيجه. كره اماميه في اتجاه قردون ماذا يفعل؟ حافظ على كورتو، جوج ديال التغييرات في صفوف فريق المغرب الفاسي. محاولة مستمرة على مستوى الخط الأمامي من جانب عناصر فريق الوداد الرياضي. العملوت هذا زي لاعب اللي يعول عليه على مستوى الخط الأمامي في قيادة فريق الوداد الرياضي. هل بإمكانه أن يقدم المطلوب ويقدم المبتغى في مواجهة اليوم؟ كرة أمامية، محاولة حكم يتدخل يقول الكرة لصالح عناصر فريق الوداد الرياضي. الخطأ الذي يأتي في هذه اللحظات، لاعب تحدثنا عليه منذ لحظات، قلنا على انه منذ دخوله يعني اعطى دفعه معنويه في الخط الامامي من جانب فريق المغرب الفاسي. امكانيات واضحه عنده على مستوى لمس الكره وايضا التفاعل من خلال التمرير في الوقت المناسب. مع الفاصله اعتقد ان هنالك اصابه، قبل ذلك كان هنالك اصطدام. حينما تكون هنالك جماهير مغربية حتى خارج الوطن وهي تتابع مقاهي أو بيوتها وهي تساند وتتابع فريقها معشوق الجماهير سواء الوداد أو المغرب أو فاس أو غيرها من الأندية. شوف أن الجماهير وهي تتابع من المدرجات الوداد بجماهيره يحاول ان يحافظ على 3 نقاط طوال المدينه النفطيه. يظهر على انه لحد الساعه متفوق على عبد الرحيم شكيليط. الاطار التونسي يتفوق على الاطار الوطني. كره ملعوبه الان على مستوى خط الوسط، تعود مره ثانيه لتكون من جانب عناصر فريق المغرب الفاسي. الانطلاقه الهجوميه اتجاه الغزير اللي يمكن نقول بانه الغزير لاعب منذ دخوله لمس العدد كبير من الكرات. بعد فاصله تغيير كلي خط الوسط، انطلاقه في اتجاه كريم الهاشمي، تصويبه ولكن مباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب. هي محاوله من المحاولات التي تتاح لفريق المغرب الفاسي لكن لا يتم الاستفاده منها اطلاقا. محاولات عديده لا يتم الاستفاده منها. يبقى عنصر تجربة على مستوى خط الوسط وعميد فريق ومحمد علي بمعمر كلاعب اللي يقوم بالربط بين خط الدفاع وخط الهجوم، لكن حتى هذه اللحظة
تجيب الفعالية. هكذا هي الجماهير في المدرجات بحماسها وايضا باصواتها التي تصدح لايصال صوتها للاعبين قصد تقديم كل ما لديهم. جماهير متراصة، جماهير متحضرة، هذا هو الجميل والرائع. نعم، كرة ملعوبة في الجهة اليمنى، محاولة من جانب العملود يستلم، يقوم بالمهارة وايضا المرور بشكل لازم. جبران يرفع هذه الكرة ويختار الجهة اليسرى تماما حيث غياب اي لاعب الا التواجد اللي شاهدناه من جانب يحيى عطية الله اللي تمكن من الكرة الماضية. عملية الهجوم والانطلاق على مستوى الخط الامامي وفرصة دائما من جانب فريق الوداد الرياضي البحث عن اللاعب ديدييه مازال ما استلمش الكرة، مازال ما شفناش في الخط الامامي. هل بامكانه ان يكون لاعبا يجد حلول ويبحث عن الحلول؟ كرة مرة ثانية لكسير ضاعت له، تعود لتكون من جانب فريق المغرب الفاسي. محمد علي بن معمر الحكم يقول هنالك مخالفة للماس. ذكريات كبيرة رفقة فريق المغرب الفاسي وعديد من الأندية الوطنية حين نتحدث عن لاعب من التغيير ياتي في هذه اللحظات. سيف الدين بورا قدم مقابله جيده، يغادر تفاصيل هذه المواجهه ويدخل حميد حداد ليساند زملائه على مستوى الخط الامامي. اذا الوداد بترسانه مهمه ويظهر حتى من خلال قطاع الغيار والاسماء التي اعتمد عليها النادي النفطي ان لديه امكانيات مجموعه من اللاعبين اللي ممكن يعول عليهم في المنافسات المقبله خاصة كأس العالم للأندية. فالواضح أنه المشاركة ديال مجموعة من اللاعبين يعني على مستوى الشق الهجومي، على المستوى الدفاعي وأيضا خط الوسط عنده لاعبين اللي بإمكانه يعول عليهم في المنافسات القادمة. نشوف هنا محاولة سوش بينه المشاركة على مستوى كأس دوري أبطال أفريقيا كمنافسة من المنافسات الشيقة والقوية التي تحظى بمتابعة كبيرة وأيضا تحظى بإمكانيات كبيرة من جانب فريق جماهير فريق الوداد الرياضي والوداد الرياضي، إضافة إلى كأس العالم للأندية. وهذه كلها خيارات اللي تخلي أنه يواصل المشوار ويواصل تمرينة نعم محمد علي بن معمر كلاعب الذي صار وجل في الأندية الوطنية وقدم نفسه بصورة جيدة. المغرب الفاسي، الرجاء الرياضي، دفاع الحسن الجديدي، الجيش الملكي، اتحاد طنجة قبل أن يعود للمغرب الفاسي. نشوف هنا السقوط، نتمنى ما تكونش إصابة ماثرة. ضربة خطأ من جانب عناصر فريق المغرب الفاسي. رفع هذه الكرة داخل منطقة الجزاء، تحضير البحث عن الراسية والتصويب. فاصيلة يصوب ولكن مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. يبدو أن الحماس ويبدو أن المحاولات ويبدو أن البحث الذي نشاهده لحد الساعة بين الطرفين يعني لا يزال لم يقدم المطلوب. صح التعبير، حيمود لاعب سريع، لاعب اللي عنده مهارات وعنده ايضا امكانيه يسلم فريق الوداد الرياضي فيما تبقى من دقائق. كره للوداد، محاوله بناء عمليه هجوميه ولكن في اخر مطاف كيظهر على انه هنالك خطا لصالح فريق الوداد الرياضي. يحيى عطية الله من الجهه اليسرى في عمليه الانطلاق، خطا كان واضح. نشوف هنا الطريقه ديال المرور. سفيان الكسير سيدي العملود يحول عليه في الكره الثالثه ولكن في اخر مطاف الكره ديالو الى خارج الخط الخلفي الملعب. كره من جانب عناصر فريق الوداد الرياضي، محاوله داخل منطقه الجزاء، فرصه ولكن كان هنالك تدخل، عمليه كامل الامكان انه تكلف عبد العلي المحمدي كثير على اعتبار ان حداد القراءه ديالو كانت صائبه صوب الكره، مشى الكره ديالو مره ثانيه
تعود الكرة لصالح فريق المغرب الفاسي. أكردوم كينزل الكرة ديالو بهدوء. لاحظوا أكردوم يحصل على زاوية، يفضل أن لا يحصل الكرة الماضية وأن يحصل على زاوية للمغرب الفاسي. يستعد فريق المغرب الفاسي لإيجاد السبيل لتسجيل هدف التعادل في الوقت لسفيان سعدان. يرفع عليه الكرة داخل منطقة الجزاء الراسية، تغيب الراسية تعود لتكون من جانب الكزير. ماذا يفعل؟ رجع الكرة ديالو للخلف، الاستعانة بالتمرير من جانب معمر يرفع عليه الكرة داخل منطقة الجزاء الراسية، ولكن يخالط مسار اتجاه المرمى. كرة في اتجاه من؟ في اتجاه حداد. ينطلق حداد، كرة أمامية، فرصة للهدف الثاني. حداد ماذا يفعل؟ يحافظ على هذه الكرة، ينطلق كرة واختراق داخل منطقة الجزاء ثم تصويب. لا تضيع هذه الكرة، تعود مرة ثانية تصويبة ولكن يضيع على هدف. كرة مستمرة من جانب فريق الوداد الرياضي الذي يضغط بقوة في غياب متمم للعملية. يأتي حمود، من يفعل حمود؟ ينزل كورتو، يحصل كورتو. عملية هجومية للوداد ضاعت باعتبار أنه كان بالإمكان الاستفادة منها في الوهلة الأولى من جانب حداد، لكن الآن يظهر على أنها ضاعت تماما وتاهت أمام مجموعة من اللاعبين. ضاوي يبعد الخطورة، حداد على الصورة. كرة من جديد من جانب نجم، بين المحاولات التي أتيحت لعناصر فريق الوداد الرياضي والتي كاد أن يستفيد منها حداد في اللقطة الماضية، لكن واضح على أنه لم يتعامل معها بذكاء. كانت كرة إنهاء هذه المباراة بالدو ماتش بامتياز. محاولة من جديد لصالح فريق الوداد الرياضي، تغيير كلي، استعانة بناء العملية الهجومية. رجعت مرة أخرى من جانب فريق الوداد، ولكن هنالك رأي مرفوعة من الحكم المساعد هنا يعلن عن مخالفة. مادي نفتيخي الراضي. لاحظوا ردة الفعل المدرب، لاحظوا كيف أنه يتفاعل مع كل صغيرة وكل كبيرة، كيف أنه يرى على أن الأمور لا تسير بالشكل الجيد، خاصة في تضييع الفرص. أن يضيع أكيد يتلقى أهداف، سيكون أمر صعب أن يتلقى الوداد هدف في هذه الأنفاس الأخيرة من عمر هذه المواجهة. العموم المغرب الفاسي لاحظوا أنه يحاول شيئا فشيئا التقدم نحو الخط الأمامي، ليس لديه ما يخسر فيما تبقى من تفاصيل هذه المباراة، لذلك سيلعب بواقعية وسيلعب ببحث حثيث من أجل وضع الكرة في المرمى. إن أتى هدف آخر من جانب فريق الوداد سيكون هدف ينهي تفاصيل هذه المباراة. لاحظوا استعمل القوة حداد، لكن لم يكن محظوظ أيضا. هذا العامل خاب عن لاعب اسمه حميد حداد في اللقطة الماضية. كرة منعوبة الآن في الخط الأمامي، التحضير ولكن إلى خارج الخط الخلفي الملعب. ضربة مرمى مرموق. يقدم ترسانة صراحة على مستوى الشق الدفاعي، حاولت أن تقدم كل ما لديها، تلقت هدف من خلال الاختراق، من خلال تعامل ذكي، يعني رفع الكرة داخل منطقة الجزاء كان من اسماعيل مترج قبل اسيست. الكرة اللي اتاحت الهدف والاستثمار كان من جانب اللاعب الايمن حسون الذي تعامل مع الكرة بشكل جيد ووضع الكرة في المرمى. كرة امامية اتجاه ديدي الغائب الابرز لحد الساعه، لانه مازال ما شفناش الفعاليه ديالو، ولكن ممكن ان يستيقظ في اي لحظه في عالم كره القدم. ديدي هذا اللي على الصوره ممكن في اي لحظه ان يقدم لك كره تكون مغير لنتيجه المباراه. كره في الخط الامامي مباشره الى خارج الخط الجانبي. بالفعل امور يمكن ان تحسب في اي لحظه. أضاع حميد أحداد كرة الهدف، أضاع إمكانية زيارة الشباك وإنهاء تفاصيل هذه المواجهة، فيما فريق المغرب الفاسي استفاد من ضياع تلك الكرة ليكون الأمل باقيا وأن يواصل المسير بحثا عن النتيجة اللي ممكن أنها تكون مرضية بالنسبة لفريق المغرب الرياضي الفاسي. خضم النتيجة الحالية كيف سيكون الترتيب، كيف سيكون الوضع. الوداد متقدم. كرة أمامية، محاولة مباشرة إلى خارج الخط الخلفي، ولكن واضح أن هنالك صافرة من الحكم رضوان جيد. كنا نتحدث عن أنه في خضم هذه النتيجة كيف سيكون الوضع. الجيش الملكي والوداد الرياضي في الصدارة ب31 نقطة. نعم صراع مقتل. لاحظوا هذه اللقطة، المهدي النفطي وأيوب العملود، وحوار يبدو على أنه يعني حوار خاص بين المدرب واللاعب.
ولاحظوا العملود تقبل الامر بصدر رحب بابتسامه، يعني مدربه يعلم ما يفعل، عنده ربما قراءة خاصة، وربما كان يثق في العملود لأن يكون يعني بهدف آخر. كان لقطة الماضي بقراءات عديدة. ضربة خطأ للوداد، ضربة خطأ للوداد، وأيام الكرة الثابتة شكلت الفارق في العديد من المحطات. عبد العالم حمدي في وضعية صعبة الآن. تغيير في صفوف فريق المغرب الفاسي، بان فاسي لا يغادر، يفسح المجال لأن يكون هنالك تغيير. عماد الرحولي هو اللاعب اللي يدخل الآن. تفاصيل هذه المنافسة وهذه المواجهة لعب سابقة في سريوات زنف جيش ملكي، كانت عنده تجربة في الخريطيات. الآن نشوفوا ضربة خطأ الكرة الثابتة ديدييه